العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلة أينما كنتم. أيها السادة والسيدات، من الفضل بأن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، تدريب 70 شابا في دبروة، جهود لمكافحة التراكم في أوردنت، سوريا تطالب بانسحاب القوات الأمريكية والتركية، الناقلة البريطانية ستينا بيروترسو في دبي، فنزويلا تدين ما سمته دعم كولومبيا للمرتزقة وإرهابي. أهلا بكم من التفاصيل. تم الاحتفال ب27 من سبتمبر اليوم العالمي للسياحة بمنطقة أبا شاول بالعاصمة أسمرة تحت شعار السياحة بالعمل لمستقبل أفضل للجميع. وقالت المدير العام لرسم السياحة في الإقليم الأوسط السيدة ليا قبراب في المناسبة التي جرت يوم 29 من سبتمبر أن اليوم العالمي للسياحة يذكر الاستفادة من الثقافة والقيم الوطنية والموارد التراثية تماشيا مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطريقة حذرة ومسؤولة تضمن مصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية. من جانبها أوضح رئيس الجمعية الوطنية للمرافقة الخدمية السياحية السيد سلمون أبراه سبب الاحتفاء بالمناسبة في منطقة أبا شاول، مفصلا الأهمية التاريخية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مشيرا إلى أنها أنتجت كبار الفنانين وهي قرية تاريخية تراثية يستطيع المواطنون العيش فيها بمصروفات قليلة. وأهنأت مدير مديرية أبا شاول السيدة سارة تسفى ميكائيل مواطني عباية أبا شاول، وأشادت بالسكان لتقديمهم معرض يعكس كونها مكان تاريخ وتعايش حياة اجتماعية. وشهدت المناسبة باقة من الأغاني لكبار الفنانين وحفلا فنيا لفرقة زنارة طبابات للإقليم الأوسط. قام حاكم إقليم القاشبرك السيد أبراه قارزة بزيارة تفقدية للمزارع في الإقليم، يرافقه المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان من 24 وحتى 27 من سبتمبر الحالي. وتفقد السيد الحاكم أوضاع مزارع الذرة والسمسم التي نمت جيدا، حيث بلغت مزارع الذرة مستوى الإثمار والسمسم مرحلة القطاف، خاصة الأجزاء الجنوبية والغربية للإقليم. وشملت الزيارة مناطق حجر وقرقف وكتاي ومعلوبة وقلوج وكونة وشهاتي وقرمي وعد مألل وعد هاكين وشلالو وشبشبيت وما يقغح وهدامو وتخنبيا. قدم فيها المدراء ومسؤولو الزراعة توضيحا حول أوضاع المزارع والمراعي. وذكر في الزيارة عن زراعة مساحة أكثر من 80,000 هكتار في قلوج، وصلت نسبة 90% منها لمستوى آمن، وزراعة مساحة أكثر من 13,000 هكتار في مديرية شنبقة وحوالي 30,000 هكتار في مديرية أعالي القاش. وأوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان عن زراعة مساحة أكثر من 205,000 هكتار في عموم الإقليم هذا العام، ويشمل ذلك 90% من المساحة التي كان مخططا زراعتها، منوها بأن الجرارات الحكومية ساهمت كثيرا في إنجاح النشاط الزراعي. وأهاب حاكم إقليم القاشبرك السيد أبراه قارزة للقيام بالمتابعة المتواصلة للمزارع حتى جني المحصول، وناشد حصول المزارعين على القروض لتمكينهم من الحصاد والجمع المحصول وشراء الحكومة للمحصول، بما يعزز مصروفاتهم وجهدهم لتقديمه مباشرة للشعب. عقد في مدينة مصوى اجتماع يومي 24 و25 لبحث تنفيذ برنامج تطعيم السحائي المنظم من 15 حتى 30 من نوفمبر بإقليم شمال البحر الأحمر. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم السيد تسفايتون في الاجتماع الذي شارك فيه الجهات المعنية وشركاء العمل أن توسع تغطية التطعيم جاء بالعمل المنسق، داعيا كافة الجهات العاملة قريبا من الشعب المشاركة الواعية لإنجاح برنامج التطعيم. وبحث الاجتماع أعراض السحائي وخطورة المرض على الأطفال والشباب وأهمية التطعيم ضد السحائي. وذكر مسؤول البرنامج الوطني للتطعيم السيد تيودروس يحدقو أن أقامت لجان عمل في كل مديرية لتنفيذ فاعل للتطعيم،
ويتوقع نجاح التطعيم بنسبة أكثر من 90%. وأفاد مسؤول الصحة والأسرة والمجتمع في مكتب وزارة الصحة بإقليم شمال البحر الأحمر السيد زدنجل قرقيس أن مرض السحائي يظهر في أكثر من 20 دولة أفريقية بينها دول في الجوار، ويظهر أيضا على فترات في البلاد، داعيا المجتمع للتعاون إدراكا لخطورة المرض. ووضع الاجتماع خطة عمل بوضع الاعتبار لواقع كل مديرية ومواردها الخاصة. ووضعت الخطة لتطعيم أكثر من 300 ألف شاب و63 ألف طفل في إقليم شمال البحر الأحمر. يقوم المركز الصحي في مديرية أغردت بجهود للسيطرة على مرض التراكوما المسبب للعمي بسبب نقص النظافة. وأوضح خبير طب العيون في المركز الشاب سيوم قرجة أن أنشطة التوعية جارية منذ شهر يونيو الماضي حول أسباب المرض وتأثيره وسبل مكافحته إلى جانب إجراء التشخيص والعمليات الجراحية. وأشار إلى تنفيذ حملة طبية في ضواحي إنقرني واندرايب وكرشملة و3 ضواحي بمدينة أغردت، وستتواصل في الضواحي الأخرى. وأوضح المواطنون بأن محاضرات التوعية ساعدت ويجب مواصلتها. عقدت اجتماعات في مديريات عالدخالة وحلحل ونقفة ودوبحة لتقييم العملية التعليمية وتقوية نتائج الطلاب. وبحثت الاجتماعات أسباب رسوب الطلاب والمشاركة المتدنية في التعليم وأوضاع المدارس ومتابعة العملية التعليمية. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية عالدخالة الأستاذ تسفاي سبهاتو في التقرير الذي قدمه عن تسجيل أكثر من 24 ألف طالب العام الدراسي الماضي، قاطع منهم 14.6% مقاعد الدراسة، وتم تسجيل رسوب 10% من الطلاب، داعيا لتضافر جهود أولياء الأمور لجعل الطلاب مجتهدين منافسين. وفي مديرية حلحل أوضح مسؤول التعليم الأستاذ عثمان محمد آدم أن عدد الطلاب في العام الدراسي 2019-2020 زاد بنسبة 9% نتيجة أنشطة التوعية في السنوات الماضية، مشيرا إلى اتخاذ السكان المبادرات لحل نقص الفصول الدراسية. وذكر تقرير التعليم في مديرية نقفة بأن نسبة النجاح بلغت في العام الدراسي الفائت نسبة 57 نسبة 75.7%، ومقاطعة 800 طالب التعليم، وتحسن نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة. وفي مديرية دوبحة أفاد الاجتماع برساء 5 مدارس في 6 ضواحي، وأن عدد الطلاب قليل رغم أن المدارس شبه داخلية. وتوجد في مديرية عالدخالة 27 مدرسة و32 في حلحل و102 في نقفة و5 مدارس في دوبحة. تلقى 70 شابا راعيا للأسرة من مديرية دورة تدريبية لتربية الدواجن والنحل وتصفيف الشعر. وأوضح مدير مديرية دبرة السيد فرانجيل تخلى هيمانوت أن التدريب يهدف لتأهيل الشباب وضمان وجود مصدر دخل لهم، ودعا المشاركون في الدورة للاستفادة الجيدة من التدريب المقدم وبذل الجهد لتطويره وتحسين حياتهم المعيشية، مؤكدا تعاون إدارته معهم. سيداتي سادتي، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. طالب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بانسحاب كل القوات الأمريكية والتركية فورا من بلاده، وحذر من أن القوات الحكومية السورية لها الحق في اتخاذ إجراءات مضادة في حالة رفضها الانسحاب. وقال المعلم خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن أي قوات أجنبية تتواجد على أراضينا دون طلب منا هي قوات احتلال، وعليها الانسحاب فورا، وإن لم تفعل فلنا الحق في اتخاذ كل الإجراءات المكفولة بموجب القانون الدولي إزاء ذلك. وبدأت الولايات المتحدة وتركيا دوريات برية وجوية مشتركة بمحاذاة جزء من الحدود السورية مع تركيا، لكن أنقرة ما زالت قاضبة من دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية، وهي من حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وتشن قوات الجيش السوري مدعومة بقطاع جوي روسي هجوما في منطقة إدلب في شمال غرب البلاد
والتي تمثل آخر مساحة كبيرة من الأراضي ما زال يسيطر عليها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية بعد مضي أكثر من 8 سنوات على بدء الحرب. دانت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في الأمم المتحدة دعم كولومبيا لمرتزقة إرهابيين يسعون إلى مهاجمة بلادها. وقالت رودريغيز أن كولومبيا تقوم بتدريب مرتزقة لمهاجمة فنزويلا، وأضافت أن هناك مخيمات في كولومبيا يتدرب فيها إرهابيون لشن هجمات في فنزويلا. وخلال خطابها عرضت نائبة رئيس فنزويلا صورا ووثائق يفترض أن تثبت تأكيداتها، وخصوصا وجود تواطؤ بين المعارض خوان غوايدو ومجرمين. من جهته أكد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أن كاراكاس تدعم مجموعات مسلحة ومهربي مخدرات يتدخلون في بلاده. وتشهد فنزويلا أزمة سياسية عميقة منذ أشهر تتلخص بنزاع بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة واعترف به نحو 50 بلدا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. لا يفرض عمل الندل عليهم أن يكونوا شديدي اللطافة مع الزبائن واستقباله بابتسامة عريضة فقط، إنما أيضا التحلي بسرعة الخدمة. ولذا تفاديا للحرج مع الزبائن حضرت مجموعة من الندل العاملين في أفضل فنادق ومطاعم الأرجنتين إلى العاصمة بوينس آيرس للمشاركة في سباق يقام سنويا. خلال السباق لم يتخلى المشاركون عن زي العمل طبعا، فهذا شرط أساسي للمنافسة، وتقدموا في شوارع المدينة حاملين صينياتهم حيث وضعوا الأطباق والمشروبات والكؤوس. الهدف طبعا كان الوصول من دون أضرار وبالكؤوس والصحون سليمة. واجتاز المشاركون نحو كيلومترين، وحصل الفائزون والفائزات على جوائز في نهاية السباق. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.